السلام عليكم. الموضوع ديال اليوم هو منتخب الإكوادور، الخصم ديال المنتخب المغربي في المباراة الودية اللي جاية. وواخا هذه مباراة ودية ولكن مهمة بزاف، لأن المنتخب المغربي عنده مدرب جديد، لاعبين جدد أول مرة تيتعيط لهم المنتخب. خصنا نجربوهم وخصنا نشوفوا طريقة اللعب المدرب الجديد كيفاش غادي يسير الأمور ديالو، ونشوفوا واش المنتخب ديالنا غادي مزيان ولا كاينين شي اخطاء وشي مشاكل اللي خصهم يتصحوا قبل من كاس العالم. غادي نتعرفوا مزيان على منتخب الاكوادور في هذه الحلقه. جمعت عليه معلومات مهمه، كاين اللي يقدر يكون تعرفها اول مره، انا براسي اول مره عاد تقريبا عرفت بزاف ديال المعلومات. غادي نتعرفوا على طريقه اللعب ديالو، نقاط القوه نقاط الضعف، واش هو منتخب قوي يستاهل نلعبوا معاه مباراة ودية ونوجدوا راسنا لكاس العالم. هذا الشيء كامل غنتعرفوا عليه في هذه الحلقة، ونبداو على بركة الله. منتخب الإكوادور تا هو متأهل لكاس العالم، تأهل هو الثاني في القارة الأمريكية الجنوبية، تأهل مباشرة مور منتخب الأرجنتين. التصنيف ديالو عالميا تيتواجد في المرتبة 23 عالميا. باش يتأهل لكاس العالم مؤخرا لعب 18 المقابلة، ربح فيها 8 المقابلات، تعادل 8 المقابلات، وخسر 2 ديال المقابلات. وهاد 2 مقابلات اللي خسرهم ضد الأرجنتين وضد البرازيل. لعب 2 ديال المباريات مع الأرجنتين و2 المباريات مع البرازيل. المباراة الأولى ديال الذهاب مع الأرجنتين خسروا في الأرجنتين ب2-1 على ما كنظن. في مباراة الإياب فاش لعبوا في الإكوادور قدرت تربح الأرجنتين. كذلك ومثال مع منتخب البرازيل، لعبوا 2 ديال الماتشات. الماتش الأول ديال الذهاب خسروا ضد البرازيل في البرازيل، ولكن في مباراة الإياب استطاعوا باش يفوزوا على منتخب البرازيل. وهاد 2 ماتشات كانوا سبب رئيسي في التأهل ديالهم لكاس العالم، لأن باش تفوز على منتخب الأرجنتين ومنتخب البرازيل ماشي سهلة. ومن هنا شوية بدات تتضح الصورة ديال منتخب الإكوادور. منتخب الإكوادور على حسب البحث اللي درت عليه فهو كيمتلك دفاع من أقوى الدفاعات اللي كاينة في أمريكا الجنوبية، زائد على بأن حتى الهجوم هجوم فتاك كيعتمد على التحولات السريعة تحت القيادة المدرب ديالهم سيباستيان بيكاسيسي. دابا غادي نتعمقوا مزيان داخل المنتخب الإكوادور ونتعرفوا على طريقة اللعب ديالو والتكتيك ديالو ونقاط القوة ونقاط الضعف. وكيف ما قلت قبيله، منتخب الإكوادور تحت قيادة المدرب سيباستيان بيكاسيسي كيعتمد على المرونة التكتيكية، لكن كاين 2 ديال الخطط رئيسية. أول خطة هي 3-4-3 أو أحيانا 3-4-2-1، وهذه الخطة كتعطيهم قوة دفاعية كبيرة بوجود 3 ديال قلب الدفاع 3-3، وكيستعملوها ملي كيحتاجوا السيطرة على وسط الميدان، خصوصا بوجود لاعب مهم بزاف وهو موزيس كايسيدو اللي كيتعتبر المحرك ديال وسط الملعب. بالهجوم يقدر يخرج بنتيجة إيجابية. النتيجة المتوقعة على هذا الماتش هذا، أنا كنتوقع على بأن المنتخب المغربي يقدر يربح ب2-1 أو الماتش يخرج بالتعادل 1-1. وانتوما شنو كتوقعوا في هذا الماتش هذا؟ خليوه التوقع ديالكم في التعليقات. وفي الأخير هذا الماتش هذا غادي يكون اختبار حقيقي للمنتخب المغربي، لأن كيف ما شفنا وبالدلائل على بأن هذه المعلومات اللي جبت راها انطلاقا من المباريات الأخيرة اللي لعبها منتخب الإكوادور، إذن كيبان على بأنه منتخب قوي ويستاهل يلعب ضد المنتخب المغربي. وكيف ما قلت لكم هذا اختبار ديال بصح منتخب الإكوادور. إذن ماتش كيف ما قلنا ما غاديش يكون سهل. بهذا نكون عطيتكم جميع المعلومات اللي توفرت عليها على منتخب الإكوادور. نتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة. كان معكم عثمان، دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.